الله كان يفطر على الرطب أو التمر أو الماء. وشوف أنا لا أنا أتحدى العلوم الآن، أن تقترح لنا مادة غذائية لمعدة فارغة، أتحداها يعني كيف ما كانت، يعني تكون أمريكية ولا يابانية ولا ألمانية ولا أوروبية. أنا أتحدى الآن عالم يحدد لنا ما يمكن أن نسقطه في المعدة كي تفرز مكون البيبسين ويكون لا يكلف المعدة أي شيء. هو التمر. نعم، لا يكلف المعدة أي شيء. عجيب. فهذا التمر لماذا الرطب؟ لأن الرطب فيها تركيز الفيتامينات مرتفع بالمقارنة مع التمور، خصوصا فيتامين سي، لأن فيتامين سي مع الاجتفاف يضيع يتلف، تبقى واحد الأثر. ولكن الرطب فيها فيتامين سي، التمر ما فيهاش فيتامين سي، فيها شيء قليل جدا. ثم تركيز الفيتامين باء 1 وباء 2 هو مرتفع في الرطب ومنخفض في التمر. أن نسبة الماء في الرطب هي التمر فيه 30 حتى 35%، الرطب يقدر يوصل حتى 55-60% من الماء. هذه. ثم الألياف الخشبية اللي كاينة في الرطب تكون ألياف مازال فيها ماء، تمتص ماء، مازال منتفخة، أنها تفيد 90% و100%. أن الألياف الخشبية التمر اليابس أنها تفيد ب60 و70%. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ بالرطب إن وجدت، إلى القر الرطب كيفطر على الرطب. الرطب ما كتكونش طول السنة طبعا. إلا الناس دكتور إلا سمحتي يعني يوضح الناس شنو الفرق ما بين الرطب التمر هو التمر اللي يلاه كيتجنى جديد باقي ما يبسش. وكان هما العرب كانوا واحد الانواع ديال التمر اللي كانت تبقى رطب لمده طويله، هي عندها حجم ضخم جيد. ثم ان الرطب هي رطبه، هي فيها رطوبه، فيها ماء. عندنا في المغرب. نعم، طريه. كاينه في المغرب، كتكون في المغرب طبعا، كاين في المغرب. كاين ما كتكونش في هذا الشهور اللي قبل الجني ديال التمور، هي كتكون اثناء جني التمور وكتكون شهر بعد. وكاينين اشخاص، انا المحل اللي حجينا لقينا ان بعض الاخوان في السعوديه كيعملوها في الثلج، في المجمد. كتبقى نعم كتجمد، كتبقى هذه الرطب كتبقى لمده طويله. نعم، كتبقى لمده طويله لان الفيتامينات وهذيك الاشياء تبقى لمده طويله. ثم هذا التمر لانه ينعش اكثر من التمر فقط، هو بحال غير وفيته بواحد 10 حتى 15% من هذه المكونات، ولكن يكون رطب، يكون طري. ثم صلى الله عليه وسلم لما يجد الرطب فالتمر، لان نفس المكونات. اذا لم يجد رطب وتمر فالماء وليس العسل. عجيب. شوف صلى الله عليه وسلم لم يفطر بفاكهة أخرى ولم يفطر بالعسل، رغم أن العسل كان متوفر، ولم يفطر بالحليب رغم أنه كان يحب الحليب صلى الله عليه وسلم. ولكن الماء، فضل الماء. لماذا؟ لأن الصائم لما يكون صائم ويصل وقت الإفطار تكون المعدة مرهقة وفارغة، أي شيء يسقط في المعدة، أي شيء يسقط في المعدة تبدأ في إفراز البيبسين اللي غادة تهضم به البروتينات اللي غادة تستقبلهم. لما يسقط التمر في المعدة فهو لا يرهقها، ما كيخدمش المعدة أبدا. نعم، كيطيح فيها، كتبدا تخدم هذيك، كتبدا تفرز البيبسين، وهو كيهبط للأمعاء، كيرطب الأمعاء بالألياف الخشبية، وكيعطي السكريات وأملاح معدنية فيتامينات باش يذهب ذاك الارتخاء والخمول والكسل اللي كيكون عند الصائم. هذا من جهة. على مستوى الحالة النفسية أنه كيكسر الجشع. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر كيسبق الفطور، كيفطر إما بالتمر ولا الماء ولا الاثنين، لما لا؟ جرعة، على شرط تكون جرعة أو جرعتين وليس نصف لتر. جرعتين، ثم يفطر ب5 7 9 تمرات 11، يعني الإنسان يقدر يأكل ماشي، ما في حرج. ثم يصلي المغرب، يقوم للصلاة، وملي كيفضي من صلاة المغرب عاد كيرجع يأكل ما تيسر، لا شي حاجة كاينة. معنى يعني كان هذا الفرق من اللي كنفطروا بالتمر وكنقوموا للصلاة، حتى ولو كانت الصلاة ديالنا هذه قصيرة، هذه 5 دقائق 7 دقائق. الناس ما كيطولوش في الصلاة، إلا طولوا 15 دقيقة يكون أحسن. هاد 7 دقائق غادي يكون التمر مر من المعدة، وصل الأمعاء، امتصت اليود والمكون اليود والفيتامين بي اللي كيهدئوا الأعصاب، وغادي يكون الدم داز فيه السكر، اللي نورون الخلايا العصبية خاضت سكر، ما كتبقاش مضطربة. غادي يكون الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك دازوا للمخ، ما غادي يبقاش ذاك القلق وذاك الاضطراب العصبي. ثم غادي يكونوا الالياف الخشبيه استقروا في الامعاء، استقروا في الامعاء. نعم، ملي غادي يجي الانسان يفطر ما غيفطرش بجشاع على مستوى الحاله النفسيه. ولا انتظر، انا كنصح الناس ينتظروا اكثر من 20 و30 دقيقه، غادي يشوفوا بانهم غادي ياكلوا خمس الاكل فقط، وغادي يشبعوا وغادي يهضموا وغادي يكونوا احسن. الا ما فطروش بالتمر وزربوا
صرعوا يعني صرعوا في الأكل، غادي ياكلوا أكل كثير وغادي يخلطوا، غادي تنتفخ المعدة وما غاديش يهضموا وما غاديش يستافدوا مثلما لو كانوا فطروا بالتمر واستناو وكالوا بهدوء. هذا فحكمة التمر هي حكمة عضوية، هي سنة مؤكدة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة ديالو حتى هي عندنا انعكاس علينا حنا، هي كتنفعنا كما ينفعنا الوحي بالقرآن ينفعنا الوحي بالسنة. كما نعم مزايا الوحي بالقرآن ومزايا الوحي هو نفس الشيء، نحن نؤمن بالوحيين الكتاب والسنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ديال التمر هو يعني متواتر ويعني حديث ثابت، ما فيش حديث صحيح. ثم طريقة غادي نشوفوا مائدة الإفطار فيما بعد، ولكن خلينا نركزوا على التمر. أنك قلتي تفضلتي في المقدمة أن الناس مع الأسف الشديد ما كياكلوا غير في رمضان، مع الأسف الشديد، ولكن حتى هذا الأكل ديالو أثناء رمضان غادي يستافدوا منه، غادي يستافدوا من التمر خصوص الأطفال الصغار. لا أدري هل هي عادة أم لا أدري، ربما تكون عادة. أنا بالنسبة لي يعني أحب أكل التمر في رمضان، ولكن خارج رمضان أنساه، لا أدري لماذا. هل هي عادة؟ ربما عادة. شوفي سكان الصحراء في المغرب يعني زاكورة وتفيلالت ورزازات وهذه المناطق اللي فيها تمور. نتكلم عن بلادنا، عن المغرب. يعني كاين بلدان اخرى عندها تمور بكثره، الناس ديالها. شوف هذه المناطق هذه اللي فيها تمور، الناس اللي ساكنين تم انهم ناس ما كيتقلقوش، عندهم برودة الأعصاب، عندهم طبع بارد هادئ. نعم، وعندهم بريق في العين، في البصر، عندهم بريق في البصر ديالهم، كيشوفوا من بعد، كيشوفوا بعيد، كيشوفوا 10 كيلومتر 15 كيلومتر، يعني النظر جيد. نعم. ثم انهم عندهم واحد الذكاء ودقة في الاشياء. اكيد لان يعني التمر يعطي الذكاء. اكيد. ثم هاد الاشخاص هذو عندهم عظام صلبة جدا، عظام صلبة، لان هذا التمور فيها الالياف، فيها املاح معدنيه، ثم ان اشعه الشمس كتعطي مكون فيتامين دي، هذه الكالسيفيرول والكالسيتون بجوج يعني، فكيخلي معنى هنا الا اجتمعت الفيتامين دي مع الكالسيوم، اي كميه ديال الكالسيوم تكون غادا تمتص 100%. والكالسيوم مع الحديد، والتمر فيه حديد، هو مصدر حديد، يعطي واحد العظام قويه. اذا اجتمع الفوسفور والكالسيوم والحديد مع الفيتامين دي كيكونوا عظام صلبه جدا. الطفل في هذه المناطق هذه، الطفل حتى انه يضرب بحجر ما يتكسرش العظم ديالو. ولكن مع الاسف عندنا في المدينه ان الاطفال يسقطون من الفراش ثم كتكسر العظام ديالو. التمر، اضيف معلومه قبل المكالمات. التمر كان يتناوله الصحابه رضي الله عنهم قبل صعود الجياد في الغزوات. لماذا؟ لأنه يعطي قوة الاحتمال والطاقة. نعم، طاقة، قوة الاحتمال والدقة. علاش؟ لأن اللي خارج الغزوة إلا فلت العدو ديالو غادي يموت هو، ما عندوش خطأ، ما عندوش يعني ما خصش يكون خطأ، 0% الخطأ. ولذلك نحن قوة الاحتمال، احنا ما بقاوش عندنا غزوات عليه، احنا ولات عندنا حرب على شكل آخر، لكن احنا الآن في الوقت الحاضر كتعطينا قوة الاحتمال لهذه الدنيا التي أصبحت صعبة ومعقدة. ولذلك أنا أنصح، ليس يعني النصيحة هي نصيحة، ولكن بما أننا الآن بصدد التمر فنعطيهم معلومات متكاملة. الناس جزاهم الله خيرا، الناس اللي خدامين عدم توقيت مستمر، واللي خدامين في الإدارات واللي كيركزوا، جزاهم الله خيرا. احنا كنطلبوهم على رؤوسهم. نحن نترجاهم باش صحتهم تكون جيده. هذا هو التعاليم الاسلاميه. الناس اللي خدامين في المكاتب واللي عندهم ملفات واللي كيركزوا، اللي خدامين في الحاسوب، اللي في المحاكم، اللي في الامن، اللي هذا اللي عندهم واحد العمل، اللي في الشركات، اللي في الابناك، اللي كيطلب واحد الجهد فكري وذهني، وهذه من الاحسن ياخذوا معهم ماء وتمر الى العمل. هذا خارج رمضان. نعم، خارج رمضان. الآن نحن في رمضان. نعم، يأخذوا معهم ماء من اللي خرج رمضان، يأخذوا معهم ماء يدير حتى هذاك المجر ديالو في الخزانة ديالو في المكتب ديالو، هذا واحد المجر في المكتب ديالو يعمروا بالتمر. حتى اللوز والفواكه الجافة جيدة، ولكن يأخذ معه تمر، يكون عنده تمر وماء في المكتب ديالو. ومن اللي يجي في المساء إن شاء الله للدار ديالو، علاش؟ ما خصوش ماشي ما مساليش الأكل، لا، ما خصوش ياكل وهو كيركز. خوتي هاد المعلومة هذه ضرورية، اللي دافع لك نهار 27 شهر 3، سمعني مزيان، راه من 9 الصباح حتى 9 قسمين سالينا. غتبقى تكليكي اللي داز ليه الكونطرا ديالو راه ربي سهل عليه، اللي ما داز ليه الكونطرا ديالو واخا يكون دافع راه ما غاديش يقبلو.
حيت الطاليان كامله غتبدا تكليكي مع 9 الصباح. سمعني وزيان، حل ودنيك من 9 الصباح حتى 9 وقسمين. اللي ربي غيسهل عليه وعنده شي زهر راه غيدوز مع الكونطرادات الاولين، ما داش مع الكونطرادات الاولين راه ما عندوش الزهر. هذا راه دافع وراه ربي ما غيسهلش عليه، باش بلا ما يبقى بنادم يجي يغمق عليك ويديو لكم رزقكم. وراه 27 شهر 3 لا جا عندك شي واحد وقال لك خويا غندفع لك كونطرا ديال الطاليان ديكروتو فلوسي، راه غاتا يغمق عليك، راه باغي يدي لك فلوسك. صاحبي راه باغي يدمدمك. عمرك ما تعطي لبنادم فلوسك، عمرك ما تعطي لبنادم رزقك اللي ضربتي عليه تماره. وراه 27 شهر 3. سمعني مزيان تتشدني الضحكه، حيت كاينين بزاف ديال الشباب المغربي دابا حاليا منصوب عليهم واخدين من عندهم العربون وما تيقدرش مسكين يخرج يدوي. انا تنقول لك اخويا في هذا الفيديو راه نهار 27 شهر 3 الا داز من 9 ل 9 وقسمين ما تشداتش الكونطرا ديالك، ملي غتفوت 15 يوم خصو يقول لك ولا لا. اسمع مزيان، المده المحدده باش تعرف راسك واش الكونطرا ديالك تقبلات ولا ما تقبلاتش 15 يوم. كاين سيت جورني، سمعتيني؟ 15 يوم. هذا الفيديو هذا بارطاجي مع الناس اللي دافعين لك في الطاليان باش تسكت لهم الحجره.